بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة الجمعة يا جماعة، فيعني حبيت أن أنا أسدي إليكم نصيحة لعلها تكون في ميزان حسناتي. هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من أكل سوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ادالك فرصة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ادالك فرصة، اعطاك فرصة، وهي انك لو اكلت سوما او بصلا فلتعتزل مسجدنا، فإن الملائكة يتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي رواية أخرى لمسلم يقول فيها: من أكل سوما أو بصلا أو كرات فليعتزل مسجدنا وليقعدن في بيته. مش مطلوب منه ان هو يصلي في الجامع، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الرسول أعطاك فرصة. ورواية أخرى لمسلم يقول فيها مثلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني لو أنت أكلت سوما أو بصلا أو كرات فلتعتزل مسجدنا، ما تروحش تصلي، صلي في بيتك، ولكن ما تروحش تأذي الناس. أنا بقى بضيف النهاردة حاجة يا جماعة زيادة حصلت في الجامع، وهي إنك لو واخد دور برد ما تروحش تصلي في الجامع. لو واخد دور برد وعمال تعمل كده وانت بتصلي، هسي انت كده بتعدي اللي جنبك وبتعدي اللي جنبك واللي جنبك بيعدي اللي جنبه، وبتنقل فيروس في الجو بسبب انك رحت عندك دور برد ورحت تصلي، فانت اذيت كل الناس اللي حولك. يبقى اذا الرسالة الأولى حديث عن الرسول يقول فيها: من أكل سوما أو بصلا أو كرات فليعتزل مسجدنا. ولو واخد دور برد ما تروحش تصلي يا عم، صلي في البيت يا عم. ربنا ادالك فرصة وادالك عذر انك انت تعبان، فصلي في البيت. بالظبط زي اللي واكل سم وبصل، ريحة الفم وانت بتصلي اللي جنبك هتأذي الناس اللي جنبك. فليه يعني ربنا والرسول صلى الله عليه وسلم ادانا فرص واعطانا فرص. انت لما بتروح تقف قدام مسؤول كبير يعني ومسؤول عظيم، بتكون ريحتك حلوه، حاطط ريحه، لابس هدوم مهندمه، لابس يعني شيء منمق، مسرح شعرك، حاطط برفان. ده انت لما بتروح، لا يعني ده وانت بتروح عند مسؤول مهم، فما بالك وانت تقف بين يدي ملك الملوك. يعني لما تقف قدام ملك الملوك لازم يكون ثيابك مهندم، مسرح شعرك بطريقة شيك، حاطط ريحة، حاطط برفان، لابس هدوم نظيفة، مش واكل بصل ولا ثوم ولا كرات. هي دي الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى زرعها في المسلم. ما ينفعش يكون هندابك مش كويس وتروح تصلي جنب الناس. ما ينفعش يكون مش مسرح شعرك وريحتك وحشة سيئة لا سمح الله ولا قدر الله وتروح تصلي جنب الناس. ما ينفعش. ربنا ادالك فرص وادالك اعذار، وربنا الدين بتاعنا دين يسر ودين رحمة ودين محبة. النهارده الواحد يعني بيصلي جنبي عمال يعطس وتاكسي. ليه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ما كنت قعدت في بيتك بدل ما تاذينا وتاذي الناس اللي جنبك. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا جماعه، وجمعه مباركه عليكم.